السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في قناتي. يلا نجرب معايا توفيق. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم وصفة سهلة جدا وبسيطة، ومن جمالها هتقوموا تعملوها حالا لان مكوناتها موجودة في اي بيت. هعمل معاكم رز معمر حلو، بس بجد طاجن كده هيقلب البيت، طعم وريحة خطيرة. لا، وهقولك على التسوية المظبوطة اللي تخرجوا معاكي بالوش الكريمي الخطير ده. بجد تابعوني لاخر الفيديو وانتوا هتعملوا ان شاء الله احلى طاجن رز معمر حلو. فيلا بينا نشوف الطريقة، توكلنا على الله. هتجيبي طاجن او صينية، اي حاجة متاحة عندك، وهتمسحيها كويس جدا بالسمنة او بالزبدة. وهنزل ب2 كوب من الرز. رز مش منقوع ولا حاجة، انا غسلته وصفيته كويس جدا من المية. وهنزل عليه بلتر من الحليب، اللي هو 4 اكواب من الحليب، والحليب يكون ساخن، ويفضل يكون الحليب اللي احنا بنجيبه ونغليه اللي بيكون بخير وكده، مش المعلب. ونزلت عليهم ب5 معالق كبيرة مليانة من السكر طبعا حسب الرغبة، ممكن تقللي عن كده او تزودي. بالنسبة لي كان كده مظبوط جدا. للي بيحب الحاجة مسكرة شوية ممكن يزود معلقتين كبار كمان. ونزلت بحوالي معلقتين كبار من السمنة، ممكن تنزلي بزبدة بس او سمنة بس المتاح عندك. بالنسبة لي كنت عاملة خليط كده بين السمنة والزبدة، حوالي معلقتين كبار. وهنزل عليهم ب2 كوب من المية السخنة. ممكن تنزلي بالكمية كلها حليب، احنا كنا نزلنا الاول ب4 اكواب من الحليب، ممكن تخليهم 6 اكواب. بس المية بتساعد ان الرز يستوي معاكي اسرع. عشان تظبطي الرز معاكي ظبطيه كده، لكل كوب رز 3 اكواب من الحليب. ممكن يبقوا حليب بس او حليب وميه زي ما انا عملت، براحتك. وهنزل ب3 معالق كبار من القشطه دي من اللي انا بحوشها من اللبن بعد ما بغليه، بحتفظ بيها في الفريزر وبستخدمها في حاجات كتير، بجد بتنفعني قوي. هتقلبي المكونات كلها مع بعض عشان تندمج كويس جدا. وطبعا اللبن اللي احنا استخدمناه سخن والميه سخنه، فهتلاقي الزبده كده والسمنه بتسيح وهتندمج كويس مع الرز. وطبعا تقدروا تضيفي زبيب جوز هند او اي نوع من المكسرات اللي بتحبيها، بس انا عاملاها معاكم بكل بساطه. واخر حاجه ضفتها الفانيليا. ملحوظه بسيطه عايزه اقول لكم عليها بس مهمه جدا، يفضل يكون القالب او الطاجن اللي هتسووا فيه يكون حجمه اكبر من الكميه اللي انتوا عاملينها بحوالي عقله صباع او عقلتين، عشان ياخد راحته في التسويه، لان اللبن لسه هيفور. بالنسبه لي كان القالب حسيته صغير شويه، فنقلته في صينيه بحيث لما يفور يقع في الصينيه. بالنسبه للتسويه في فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 200 او 220 حسب الفرن بتاعك، عايزين يكون درجه الحراره عاليه. هتسيبيه في الرف الاولاني من تحت حوالي 10 دقايق ربع ساعه لحد ما يعمل وش. وبعد كده هتنقليه في الرف الاوسط، وهياخد حوالي ساعه الا ربع ساعه للتسويه. وبجد هتشمي احلى ريحه رز، الطاجن رز معمر، بجد الريحه بتكون خطيره جدا. وعايزه اقول لكم هياخد وش كريمي من غير ما افتح الشوايه، انا ما فتحتش عليه الشوايه خالص. الرز طالع مظبوط جدا، اظن الشكل بيتكلم عن نفسه. بجد لازم تجربوه، من سهولته ومن جماله هتعملوه دايما. في تجهيزه ما اخدش معانا 3 دقايق. بجد وهو سخن كده بيبقى طعمه لذيذ جدا، انا بحبه وهو سخن. تقدري تاكليه بارد ساخن زي ما تحبي. والكل عشاق الرز المعمر الحادق الفلاحي الاصيل، عملته معاكم قبل كده مظبوط جدا. هسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف. اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو لسه ما اشتركتوش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.